أكبر كدبة بتتقال في سوق العقارات هي إن العقار يمرض ولا يموت. الحقيقة اللي الناس بتخاف تقولها لك هي إن العقار ممكن يتجمد وفلوسك تتحبس جواه لو اخترت المكان الغلط. في الفيديو ده أنا مش طالع أبيع لك حاجة، أنا طالع أفك لك المعادلة الاقتصادية لواحد من أعقد وأنجح المشاريع في مصر، بيت الوطن التجمع الخامس. في الكام دقيقة دول هنفهم مع بعض بالورقة والقلم ليه خبراء المال بيصنفوا المنطقة دي كملاذ آمن لفلوسك في 2026. ركز معايا في التسلسل اللي جاي لأنه هيغير نظرتك للاستثمار العقاري تماما. خلينا نبدأ بأول سؤال بيجي في دماغ أي مستثمر، هو إيه اللي بيدي العقار ده قيمته الحقيقية؟ في علم الاقتصاد في حاجة اسمها تكلفة الإحلال، يعني ببساطة لو قررنا نبني مشروع زي بيت الوطن النهاردة من الصفر في نفس الموقع وبنفس البنية التحتية اللي اتصممت على أعلى معايير، ده يكلفنا كام؟ بسبب تغيرات الاقتصاد تكلفة إننا نبني بيت الوطن النهاردة هتتخطى أضعاف التكلفة اللي اتأسس بيها، وده معناه اقتصاديا إن العقار هناك عنده حماية ذاتية ضد التضخم. أنت بتشتري أصل قيمته الإنشائية أعلى بكتير من السعر اللي بتدفعه فيه دلوقتي، وده مش مجرد زيادة في أسعار، ده فرق في قيمة الأساسات نفسها. طيب هيجي هنا السؤال التاني، ليه ما احطش فلوسي في البنك وخلاص؟ السر هنا في مصطلح مالي عبقري اسمه الرافعة المالية. لما بتشتري وحدة ببيت الوطن انت بتدفع جزء من ثمنها كمقدم والباقي بتقسطه على سنين، لكن لما قيمة العقار ده بتزيد مع الوقت الزيادة دي بتتحسب على إجمالي ثمن الوحدة مش بس على المقدم اللي اتدفع. يعني لو الوحدة دي ب5 مليون انت دافع 1,000,000 كمقدم، لو العقار ده زاد بنسبة 20% المليون جنيه الزيادة دي بتتحسب كعائد على المليون اللي انت دفعتها، يعني مكسبك الفعلي 100% على الكاش بتاعك. دي حركة مالية مستحيل يحققها لك أي وعاء ادخاري تاني بنفس الأمان. هنا في سر ناس كتير ما بتتكلمش عنه، هو أصل التسعير. لو سألت نفسك إيه اللي بيخلي منطقة معينة بتحافظ على قيمتها وقت الأزمات أكتر من غيرها؟ الإجابة في بيت الوطن هي إن المنطقة دي الدولة لما طرحت الأراضي طرحتها للمغتربين بالدولار، وده خلق للمنطقة ميزة في الاقتصاد اسمها معامل الارتباط بالعملة الصعبة. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن الكتلة الأكبر من ملاك الأراضي هناك تكلفتهم الأصلية كانت بالدولار، بالتالي عقلية التسعير للمنطقة كلها بتتحرك وتقيم كأنها أصل أجنبي. لما بتشتري النهاردة التسهيلات بالجنيه المصري في منطقة دي إن إيه بتاعها دولاري، أنت بتعمل حرفياً تحوط مالي مزدوج. أنت بتشتري في مربع استثماري محصن بيسعر نفسه تلقائياً لحماية قيمته، ده بيدي لك أمان وثبات في أصل أموالك مستحيل تلاقيه في أي طرح محلي عادي. وهنا بيجي في دماغك أهم سؤال، بس بيت الوطن لسه مش جاهز للسكن بنسبة 100% دلوقتي. بالظبط، دي الثغرة اللي الخبراء بيعملوا منها ثروات في العقارات. أعلى منحنى للربح بيحصل في المرحلة اللي بتسبق التشغيل مباشرة. لو استنيت تشتري لما بيت الوطن يكون ساكن وشغال بالكامل انت كده هتشتري بالسعر النهائي للوحدة. المكسب الكبير هيكون راح للمستثمر الأول اللي دخل قبلك. انت بتشتري دلوقتي في 2026 علشان تركب موجة الارتفاع في السعر اللي هتحصل بمجرد اكتمال الرصف ودخول المرافق النهائية. انت بتستثمر في التحول مش في الوضع القائم، ده اللي بيعمل العائد المضاعف. دلوقتي السلسلة بقت واضحة قدامك ومقفولة من كل الاتجاهات. تكلفة إحلال بتحمي فلوسك، رفعة مالية هتضاعف أرباحك، أصل عقاري الدي ان ايه بتاعه دولاري بيحصن قيمته، زائد توقيت ذكي بيستغل فجوة التشغيل لتعظيم العائد. الاستثمار العقاري مش مجرد شراء حيطان، الاستثمار قراية صح للأرقام وللتوقيت. القرار المالي الناجح محتاج وعي ودراسة وفهم حقيقة للقيمة. أتمنى يكون الفيديو ده وضح لك الرؤية اللي تساعدك تاخد القرار الصح. لو حابب نتناقش أكتر في الأرقام نفهم إمتى وإزاي نختار الوحدة الصح في بيت الوطن تواصل معانا، هنكون دايما دليلك لمعلومة عقارية حقيقية ومدروسة.